ألف مبروك لتأهل منتخب الجزائر على المطار دايركت. لا والله، هارد لك لمنتخب الجزائر خروجهم من هذه البطولة بشكل المفروض، يعني بصراحة ما هو مقنع نهائيا. نفس المنتخبات العربية المتبقية على رأسهم المغرب يليهم مصر. استغربت من هذا الأداء الفاشل للأمانة. ما هو كان أداء مقنع، ما هو الأداء اللي يشرف التطلعات، خلينا نسميه. وأنا أتكلم كعربي، أتمنى كل المنتخبات العربية تكون أفضل، لكن بمنطق الحال وبعالم المستديرة ما في شيء اسمه عواطف، بل في شيء اسمه من هو الأفضل. علشان كذي في أحد فيديوهاتي قلت تعلموا من المدرسة المغربية اللعب والتكتيك وأيضا التشجيع. وبقول معلومة بعيدة شوية، أتمنى من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يفهمون شيء اسمه المنافسة، ومن ضمن المنافسة هو المناكشات اللي تصير بين جماهير المستديرة، وهذا الشيء مطبق هني. أنا أحب مثلا خلينا نقول أتحرش بالفريق الفلاني أو مشجعين الفريق الفلاني، لأن هذا جزء من عالم المستديرة أو كرة القدم. بس إذا أنت ما تفهم هالشيء، وأنا أتكلم فقط مستخدمي التواصل الاجتماعي اللي خاطبوني علشان لا تطلع لكم حساسية من عينكم، تعلموا شوية السنة، مو بس كذي، تعلموا من المدرسة المغربية. وهذه المدرسة المغربية أتمنى أنها تطبق في كل دول العالم العربي، لأنها بصراحة أثبتت نجاحها وبشكل قوي. مرة ثانية ألف مبروك للمطار. بضحك شوية. ونتمنى لمصر اليوم الفوز. تتوقعون كم ممكن تطلع النتيجة بين مصر ومنتخب الكنغر استراليا؟